مرحبا طلبة الصف الرابع الابتدائي. درسنا اليوم حل تمارين تقدير ناتج الضرب صفحة 83. نجي نحل فقرة أتأكد. أقدر ناتج الضرب، يعني شنو أقدر ناتج الضرب؟ إحنا راح نحل وبنفس الوقت نشرح. يعني أقرب، يعني عندنا 13 في 21، يعني أقرب ل 13، مو رأسا أضرب 13 في 21 وأطلع الناتج، لا. شو أسوي؟ أقرب ال 13 إلى أقرب 10 وال 21 إلى أقرب 10. ال 13 شلون أقربها إلى 10؟ أقول العشرات وين؟ الواحد هو العشرات. أنظر إلى يمين الواحد أشوف 3 من الأرقام البخيلة التي لا تعطي، فيبقى الواحد كما هو، والثلاثة أحولها إلى صفر، ألغيها وأخلي بمكانها صفر. 21 نفس الشيء تقريبا يساوي إشقد؟ 2 هي العشرات، مرتبة العشرات. أنظر إلى يمين العشرات، واحد من الأرقام البخيلة التي لا تعطي، فيبقى 2 كما هو. أما الواحد فألغيه أسوي صفر، صار 20. إذن 13 في 21 تقريبا 10 في 20، تقريبا 10 في عشرات، يعني 2 عشرات. 20 كم 10 بي؟ ب10، ب10. 10 في 2 عشرات. هسه نجي نضرب 1 في 2 2. الصفر مال العشرة ينزل، العشرات 2 عشرات يعني شقد؟ 20، يعني 2 بيها صفر، أنزله أيضا 200. الناتج 200. نقطة 2. 27 في 63، أيضا نفس الشيء، أقرب 27 وأقرب 63 بعدين أضرب. 27 شلون أقربها؟ أقول 2 هي مرتبة العشرات، أنظر إلى يمين 2 7 من الأرقام الكريمة اللي تعطي، راح تعطي لل2 1 يصير 3. أما 7 فأحذفها وأخلي بمكانها صفر. 63 نفس الشيء، اللي أنظر إلى 6، أنظر إلى يمين 6، يمين 6 3 من الأرقام بخيلة ما تعطي، تبقى 6 كما هي. 3 أحذفها وأخلي بمكانها صفر، صارت 60. إذن 27 في 63 تقريبا 30 في 60. 30 في عشرات يعني 6 عشرات، 30 في 6 عشرات. نضرب 3 في 6 18. الصفر مال الثلاثة ينزل، 6 عشرات يعني 60، يعني بها صفر، أنزله، صار 1800. نحل صفحة 84. أقدر ناتج الضرب. نقطة 3. 95 في 32، أيضا نفس الشيء. 95 أقربها إلى إشقد؟ 9 هي العشرات، أنظر إلى يمين 9 5 من الأرقام الكريمة اللي تعطي، راح تعطي لل9 1 يصير 10. والخمسة هاي، الخمسة ألغيها أسويها صفر. إذن قربت ال 95 إلى 100. هاي رمز التقريب. 32 نفس الشيء، أنظر إلى يمين الثلاثة يمينها 2، والثنين من الأرقام البخيلة اللي ما تعطي، تبقى الثلاثة كما هي، والثنين أحذفها وخلي بمكانها صفر، صار 30. يعني 95 قربتها لل100، وال32 قربتها لل30. ايش راح يصير الناتج؟ هذا ضرب. الصفارة 3 هني نزلن، كم صفر؟ 3 أصفار. 1 في 3، الناتج 3000. نقطة 4. 97 في 53، أقرب 97 راح أقربها إلى 100. شلون صارت 100؟ مثل ما قلني 9، أنظر إلى يمين 9، يمين 9 7 من الأرقام الكريمة اللي تعطي، راح تعطي لل9 1، صار 10. أما 7 فاحذفها وخلي بمكانها صفر، صارت 100. 53 أيضا أقربها، 5 تبقى كما هي. ليش؟ لأن يمينها 3 و3 ما يعطي، بخيل، ونزلت 5 كما هي. أما 3 صارت صفر، يعني 100 في 50. 100 في 50 هاي 3 أصفار تنزل، 1 2 3، 1 في 5 5000. نقطة 5. 19 في 46، أيضا أقرب 19 إلى 20. قلنا العشرات هي الواحد، أنظر إلى يمين الواحد،
تسعة من الأرقام الكريمة اللي تعطي، راح تعطي للواحد واحد، يصير 2، والتسعة أحذفها يصير بمكانها 0، صارت 20. في 46 أقربها إلى أقرب 10. الأربعة في مرتبة العشرات، انظر إلى يمين الأربعة، اليمين الأربعة 6 من الأرقام الكريمة اللي تعطي، راح تعطي للأربعة واحد يصير 5، والستة ألغي يصير 0 تقريبا الصفرين ينزلن، 2 في 5 10، صار الناتج 1000. نقطة 6 93 في 58، 93 في 98 تقريبا. احنا راح نقرب 93. التسعة تبقى كما هي، والثلاثة احذفها يصير 0 لأن الثلاثة من الأرقام البخيلة. في الخمسة تصير 6. ليش؟ لأن الثمانية تعطيها واحد، من الأرقام الكريمة تعطيها واحد يصير 6، والثمانية يصير 0 تقريبا. 90 في 60 تقريبا. أنزل الصفرين. 9 في 6 54 يصير 5400. نقطة 7. فريق لكرة الطائرة يتدرب 75 دقيقة في اليوم. كم دقيقة تقريبا يتمرن الفريق في 23 يوما؟ أضرب 75 دقيقة في 23 يوم. أقول 75 راح أقربها، لأن هو قايل لي أريد تقريبا 75 في 23 تقريبا. أقرب 75. إحنا السبعة هنا ننظر إلى يمين السبعة 5 تعطي للسبعة واحد يصير 8، والخمسة تصير 0. في الثلاثة ما تعطي، بخيلة ما تعطي، تبقى الاثنين كما هي، والثلاثة تصير 0، صار 20. 80 في 20 تقريبا. أنزل الصفرين. 8 في 2 16. 1600 الناتج. 1600 دقيقة، يعني 1600 دقيقة يتمرن الفريق في 23 يوم. فقرة أحل. أقدر ناتج الضرب. نقطة 8. 84 في 32. 84 أقربها إلى 80. أقربها إلى 80. ليش؟ لأن الأربعة ما تعطي الثمانية، بخيلة، فتبقى 8 كما هي، والأربعة تصير 0. 32 أقربها إلى 30، لأن الثنين هنا بخيلة، تبقى الثلاثة كما هي، والثنين تصير 0، صارت 30. أضربهن. الصفرين ينزلن 1 2. 8 في 3 24. الناتج 2400. هنا نفس الشيء. 96 أقربها إلى 100 تقريبا، وال31 أقربها إلى 30. أضربهن. 3 أصفار ينزلن. 1 في 3 3000 الناتج. نقطة 10. 26 في 33. 26 تصير 30، لأن 6 تعطيها واحد تصير 3، واحذف 6 تصير 0. في 33 تصير 30، لأن الثلاثة بخيلة ما تعطي للثلاثة واحد، تبقى 3، والثلاثة هاي الآحاد تصير 0. 30 في 30 تقريبا. 3 في 3 9، والصفرين ينزلن 900. نقطة 11. 93 في 56. 93 أقدرها 90، لأن الثلاثة هاي بخيلة ما تعطي، تبقى 9 كما هي، والثلاثة تصير 0. 90 في 56. الخمسة تصير 6، والستة أحذفها تبقى 0. الناتج 60. يعني الستة كريمة تعطي لي 5 1، صار 6، وأحذف 6 صار 0. 90 في 60 ويساوي الصفرين ينزلن. 9 في 6 54. 5400 الناتج. نقطة 12. اشترى رائد 97 ضفدعا لغرض التجارب. وزن كل ضفدع 34 غرام. كم غراما وزن الضفادع تقريبا التي اشتراها رائد؟ أيضا يريد تقريبا. 97 أضرب في 34 حتى أعرف وزن الضفادع ايش قد. هسه نقرب 97 هاي
الرمز التقريبي. 97 أقربها إلى 100. ليش؟ لأن السبعة من الأرقام الكريمة راح تعطي لي 9 واحد يصير 10، والسبعة ألغيها تصير 0 صارت 100. 97 تصير 100. في 34 4 من الأرقام البخيلة ما تعطي الثلاثة، تبقى الثلاثة كما هي، الأربعة تصير 0 يعني 100 في 30. 34 تقريبا 30. هسي 100 في 30 تقريبا 3000. 3 أصفار تنزل، 3 في 1 3. 3000. هاي شنو 3000 غرام وزن الضفادع تقريبا. وزن الضفادع تقريبا. 13 مسألة 13 يزن كيس السكر 55 كيلوغرام. يقول مازن أن وزن 3 أكياس سكر هو 135 كيلوغرام. هل إجابته صحيحة؟ أفسر إجابتي. طبعا هنا ما رايد تقريبا، يعني راح نضرب ضرب حقيقي. 55 في 3. 55 في 3. أريد أشوف الإجابة تطلع نفس إجابة مازن. 5 في 5 15 باليد 1. 5 في 3 15 وباليد 1 16. 165 وزن 165 كيلوغرام وزن 3 أكياس سكر. وهو ايش قد قايل مازن؟ قايل 135. إذن إجابة مازن غير صحيحة. فقرة أفكر. نقطة 14. مسألة مفتوحة. اكتب مسألة عددية فيها عددان كل منهما من مرتبتين وناتج تقدير حاصل ضربهما يساوي 3000. خلنا نعطي 33 في 95 تقريبا. 33 3 ما تعطي للثلاثة العشرات واحد لأن بخيلة، فتبقى الثلاثة كما هي، والثلاثة هاي الآحاد تصير 0. في 95 9 ننظر إلى يمين التسعة. اليمين التسعة 5 من الأرقام الكريمة اللي راح تعطي للتسعة واحد يصير 10، والخمسة ألغيها تصير 0 صار 30 في 100 تقريبا. 3 في 1 3 أصفار تنزل 3000.